لسه في ناس كويسة كده. الله، انبهرت قوي بحب الناس دي لاصحابها. يا سلام، لسه في وفاء واخلاص بالشكل ده. ده كان سبب حبي للعيلة اللي اتعرفت عليها في الغربة. طريقة تعاملهم وطريقة تعامل الزوج للزوجة، وحب الزوجة لأصدقائها، وازاي هي مخلصة وازاي هي ملتزمة بالوعود وبالكلام. هو لسه في كده؟ الله. وده كان سبب حبي ليهم. لقيت فيهم المبادئ اللي انا ما شفتهاش في حد. وبعدها بفترة، شهر اتنين تلاتة، لقيت ان هما بيحاربوا الاصدقاء اللي بيحبوهم من الباطن. علشان كده انا بقول لكم، لا تحكموا على اول انطباع، ولا تحبوا من اول انطباع، ولا تحكموا على اخر موقف، ولا تحكموا على بني ادم في عصبيته. لا تحكم على اول انطباع ولا على اخر انطباع. استنى، المواقف هي اللي هتحكم.